السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم الخنساء الزمورية. اليوم نشارك معكم عجينة الشكلاط بطريقة مبسطة وسهلة بمكونات مضبوطة وتنجح معكم من أول مرة تعملوها. عندي نص كيلو شكلاط أبيض ما يعادل 66 حبة. أنا استعملت هنا قالا، الشكلاط النوع قالا، هذا هو اللي كيجيني ساهل. وغنحتاج 2 وريقات ديال الجيلاتين والجليكوز، سكر كلاصي. عندي هاد الباكية فيها 450 غرام سكر كلاصي سبيسيال. وغنحتاج ملون ابيض وملون ازرق، ملون اصفر وملون احمر واسود وكحل. ندوزو دابا لطريقة التحضير. هاد 2 وريقات غنحطهم في هاد الكاس وغنكب عليهم الماء بارد عادي من الروبيني. وغنخليهم على جنب. في هاد الكاسرونه غنحط الشكلاط قالا كما قلت لكم 66 حبه، ممكن ديروا نص الكميه. صافي غنذوبهم بحمام مريم حتى يذوبوا. دابا غنغربل داك السكر كلاصي كما قلت لكم 450 غرام اللي كاينه في هاد الباكيه. انا غنحتاج ما غنحتاجش هاد 450 كامله، نتوما غتشوفوا في الفيديو. صافي غنغربلها ونخليها في هاد البول. بعد ما داب لي الشكلاط هانتوما كتشوفوا، دابا غنضيف معلقه كبيره عامره ديال الجليكوز وغنحرك بسرعه بالزربه البنات. ولو يبان لكم الشكلاط بحال خسر، غير استمروا في التحراك. ومن بعد غنضيف ليه دوك 2 وريقات ديال الجيلاتين بعد ما طلقوا في الماء رطبوا. صافي وغادي نبدا نحرك باستمرار بالزربه البنات. ولو تشوفوا طلق لكم الماء ما تخافوا، ما والو، بحال كيخسر لكم داك الشكلاط عادي. صافي حتى كيتجمع لكم مزيان. هانتوما كتشوفوا القوام ديالو. دابا غنحاول نخويه داك السكر كلاصي وهو سخون. وغنحاول نجمعو في هاد بواحد المعلقه خشبيه اولا سباتيل وهو باقي سخون البنات. كما كتشوفوا غنحاول نجمعو بهاد الطريقه. كما كتشوفوا طريقه سهله يا البنات، اي وحده فيكم تقدر دير هاد الطريقه، راها سهله. الشكلاط راه باقي سخون. غنحاول نجمعو بهاد الطريقه. ودابا غنجمعو بيديا ولو باقي سخون شويه، ونبدا ندخل ليه داك السكر كلاصي في شويه راه ما غاديش ندخلو كامل ديك 450 غرام. هانتوما كتشوفوا غير نحس بها الشكلاط ديالي بدا تيتجمع، صافي غنحيدو.
قبل ما يكرمل البنات. ما تحاولوش ديروا ليه سكر كلاصي بزاف، راه غتقصح لكم عجينه الشوكولاته. صافي دابا غنحطها وغنضيف عليها الملون ابيض ابيض باش تعطينا داك اللون الابيض الناصح. انا كنخدمها راه مازال سخونه، وغنضيف عليها الملون ابيض وانا كنخدم فيها حتى يطلع ليا اللون مزيان البيض صافي مزيان. كنبقى نضيف بشوي بشوي حتى نطلع اللون اللي بغي، اللون لاباط تكون ليا بيضه، عجينه الشوكولاته تكون ليا بيضه، داك البيض الناصح. وكنخدمها بهذا الشكل، كنحاول ندخل داك اللون توحد ليا العجينه كامله. صافي ها هي وجات ليا. دابا غنقسمها 3 حتى 4. انا نحتاج هنا 4 د الملون، 4 د الالوان. غنخليها على جنب فواحد البلاستيك الغذائي، وغنخدم بوحده بوحده البنات. هنا غنضيف الملون اصفر واحمر باش ندير اللون ديال البو ديالنا، الجلد ديالنا. غنضيف بشوي بشوي شوي من الاحمر وشوي من الصفر وانا كنخدم حتى يعطيني داك اللوين اللي كيكون قريب للبو ديالنا، الجلده ديالنا، الجسم ديالنا. ان هذا غنخدم به واحد الموتيف ديال بيبي. مره كنزيد شويه الصفر، مره كنزيد غير شويه شويه، نقيطه نقيط البنات باش تحصلوا على اللون اللي بغيتو. وها هي العجينه ديالي، هذا هو اللون اللي بغيت. صافي غنحطها على جنب. دابا غنجيب ديك العجينه البيضاء، شوكولاته العجينه الشوكولاته البيضاء، وغنقسمها. وغنغطيها اولا، ونغطي هذوك اللي وجدت باش ما تقصح لياش في دغيا، لان باغا نخدم بها في نفس الوقت، باغا نخدم فيها بها. صافي هذه غنزيد ليها الملون الكحل، وغنبقى نخدم حتى يعطيني داك القهوي المغلوق. اما تاخذوا ملون كحل اما تاخذوا ملون قهوي، وانتم كتخدموا حتى يعطيكم داك اللون اللي بغيتو في الالوان ديال القهوي. غا التصوير عندي البنات عيان، كنخدم هكا حتى نوصل القوام اللون اللي بغيت في هاد عجينه الشوكولاته. تنبدا نضيف بشوي بشوي وانا كنخدم. ساهله كما قلت لكم هاد عجينه الشوكولاته، تبعوا غير المراحل من الاول حتى الاخر راه غتنجح معكم البنات المبتدئات. هانتوما هذا اللون، وهذا غندير ليه اللون الشيبي، لان هنا عندي عجينه الشوكولاته اللي غنستعمل الصابلي زياده، عندي ولد. صافي غنبدا نخدم وكنزيد في اللون الشيبي بشوي بشوي، اللون السماوي، حتى نخرج اللون، نوصل اللون اللي بغيت، شيبي مفتوح بارد، داك الشوي بيد الوليدات.
صافي هذا اللون اللي بغيت، وغنحطهم على جنب. دابا غنجيب ديك لي موتيف ولا المراشم اللي غنخدم بهم هاد العجينه الشكلاط، هادو هما المراشم اللي غنخدم بهم. صابلي الزياده العقيق، هاد الموتيف غنخدم به البيبي، وهذا غنخدم به البيسه البيبي، وهاد التريكو ودوك التقشرات والتقشرات هما اللي غنخدم بهم، اللي غنخدمهم هما ايضا. غتشوفوا الطريقه كي غندير لهم باش نخدم هاد الشكيلات اللي وريتكم. دابا غنجيب العجينه البيضاء وغنطلقها، هي اللي غتكون ليا لا باز. غنحاول نطلقها مزيان، وغندوز عليها هاد الدلاك اللي فيه المراشم اولا المرشوم اولا كاين شي واحد طامبويات حتى هما المهم اللي بغيتو. وغندير هاد الدائره، غنوريكم غير لي شونطيون من كل شكل. مهم ان العجينه البيضاء هي اللي غتكون لا باز ديال هاد الصابلي، ديال الزين الصابلي. ممكن العجينه اللي غتبقى لكم عجينه الشكلاط تحتفظوا بها خارج الثلاجه، غير في البلاكار، وقت اللي تبغوها كتجبدوها وتخدموا بها غير شويه، كتسخن لكم في يديكم وهي كتطلق. غنحاول نزينها بواحد تقيبه من الجناب بهذا الشكل، سيعطيها جماليه لهاد الدائره. هانتوما كتشوفوا، وغنلصقها على صابلي اللي خدمت معكم من قبل، وغنحطها على جنب حتى نكمل ليها الزين بهذا الشكل. كنعتذر مره اخرى على التصوير كما قلت لكم، مرتبط على قد الحال. دابا غنجيب الشكل الثاني نلصقو ديال الصابلي اللي خدمت معكم، غنلصق فيها هذا الشكل الثاني وغنكمل التزيين ديالهم من بعد. والشكل الثالث ايضا. والرابع كلشي المهم غنخليه على جنب، وعاد غنكمل معكم الزين ديالهم. غنلصق كل وحده على الموتيف ديالها. هذا الموتيف الرابع تلصقهم بشويه الكليكوز، نسيت البنات ما قلت لكم راني كنلصقهم غير بالكليكوز صافي كيلصقوا دغيا. راه ممكن بلا ما ديري كليكوز، راه ملي تكون العجينه مازال سخونه راه دغيا تلصق لكم على الصابلي. المهم انا تفاديا اي حاجه تندير الكليكوز صافي، وكنخليهم على جنب باش نكمل لهم التزيين ديالهم. دابا غنجيب هاد الموتيف اللي غندير فيه بيبي اللي غيكون ناعس على كرشو. نتوما غتشوفوا كيجي غزال البنات. كنحاول نقص كاع ديك العجينه اللي زايده وتندرك فيهم، خرج منهم البيبي. ها نتوما كتشوفوا بيبي ناعس سريان على كرشو بهذا الشكل.
من وحيده اخرى. انا غير كنوريكم البنات لي شونطيو اللي غندير في هاد الصابلي. هانتوما كتشوفوا راه البيبي كنلصقو بلا غليكوز بلا والو، يعني تيلصق. هذه غندير فيها السميه ديال البيبي البنات. غنحاول دايره السميه ديالها في هاد سميتو، غندوزها في المول الذهبي وغنبرك، نحاول نبرك مزيان البنات، بركم مزيان بلا ما وتحاولوا ما تهرسوش الصابلي باش ترشم لكم الاسم ديال البيبي. هانتوما البنات، والحروف تركبوهم بالمقلوبه البنات باش يعطيكم الاسم هو هذاك. دابا غنحاول نزين الموتيف الثالث. هذا غندير فيه لبسات البيبي الشيبيه. نتمنى الشرح يكون باين. نحيد هاد اللبسه هانتوما كنلصقها بلا غليكوز بلا والو، كتلصق نفس الشيء. كنعاود لكم وحده اخرى باش تشوفوا مزيان. نحاول نلصق ديك العجينه الشكلاط والزائد تنحيدو ونبرك فيها مزيان حتى تخرج ليا نفس الشكل ديال هاد اللبسه في الشويبيه البنات. هانتوما كتشوفوا كتلصق دغيا. دابا هادو غندير فيهم تريكوت قشرات. هادو كشونطيو كنوريه لكم، ولو انني غندير الارضيه هنا لاباز هنا غنديرها قهويه، وغندير العكس في التريكو، يعني غندير لاباز قهويه والتريكو غنديرو بيض. غتشوفوا في الاخير. هذا غير شونطيو كنوريه لكم. دابا غندير ديك الملايه اللي غنغطي بها البيبي ديالنا اللي عريان بهذه قهويه، ووحده غندير فيها، نقطع هاد الدوائر وغنقسمهم على جوج، غيعطي لي بحال الشكل مانطا الوليد الصغيور ديال البيبي. نتوما كتشوفوا، وغنغطي به البيبي ديالنا اللي عريان. طريقه سهله. هانتوما كتشوفوا غندير نص شيبي ونص قهوي في المانطا. كتلصق نيشان بلا غليكوز بلا حتى حاجه البنات. دابا غندير الشيبين غير دي شونطيو البنات، حتى الاخر نوريكم كاع لي صايبت. صافي غنقطع على جوج حتى هذا، وغندير مانطا في الشيبين مغطيه بها البيبي. غندير واحد شيبيه كما قلت لكم، واحد قهويه. هانتوما كتشوفوا غطينا البيبي ديالنا. كما قلت لكم غندير هنا لاباز قهويه، ديك البيضه ما غندير لاباز قهويه والتريكو بيض، العكس ديال قبيله. باش يجيو شويه مخالفين في لاباز، في الارضيه ديال عجينه الشكلاط.
ها هما شفتوا درت تريكو في البيض وتقشرات، هادي وغندير لها تقشرات بيض. طريقة سهلة، كلشي واضح في التصوير. هانتوما كتشوفوا التريكو ديال البيبي، وغندير تقشرات لتحت. نتوما كتشوفوا دابا نوريكم الشكل النهائي ديال الشكيلات ديالي. هذا هو الشكل النهائي اللي درت. نتوما كتشوفوا استفتهم في البلاطويات خاصين بالتقديم. هذه هي الطلبيه كامله يا البنات، نتمنى تعجبكم وتشتركوا في القناه وتبارطاجيو ما بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ويوصلكم مني كل جديد. ونتمنى الفيديو اليوم المقترح اليوم يعجبكم، من الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.